السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما في أحسن صحة وأحسن حال. امبارح الزمالك يرجع لنقطة الصفر مرة تانية بعد ما توسمنا خير في بداية الموسم، أداء بنتائج، بتصدر الدوري في أكتر من جولة. يرجع تاني وترجع ريما لعادتها القديمة. الزمالك بيتعادل امبارح مع غزل المحلة، والمدير الفني علاء عبد العال بأداء كارثي غير مبرر يعني من لاعيبة نادي الزمالك. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، سواء إدارة سواء لاعبين سواء طبعا البطيخة اللي قاعد بره على دكة البودلة يانيك فريرا ده واقف بره سكران مش دريان بأي حاجة بتحصل في الملعب. اللعيبة اللي مش كويسة بتقعد، واللعيب اللي ممكن يكون شغال شوية بيطلع، وحاجة بصراحة غريبة جدا 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 وحاجة عجيبة جدا جدا جدا. الزمالك امبارح بدأ تشكيلته بمحمد صبحي وعمر جابر اللي مش شايف بقاله اكتر من مباراة، محمود بنتايج برضو اللي مش شايف بقاله اكتر من مباراة، وتحديدا في مباراة الاهلي كان اداء كارثي. ومحمد اسماعيل الوحيد اللي فايق في خط دفاع نادي الزمالك، وحسام عبد المجيد بصراحة ده لازم يريح شوية، رجليه مش شايلاه، لازم يرتاح شوية، لازم يقعد شوية. لكن هو بيلعب في وسط الملعب بناصر ماهر واحمد حمدي. ومفاجأة المباراة الوحيدة والحسنة الوحيدة اللي عملها فيريرا امبارح هو احمد ربيع، لاعب من اللعيبه المميزه قوي قوي قوي، وانا مش عارف ازاي ده ما كانش بيلعب الفترات اللي فاتت. ماشي كان بيقولوا ان هو مصاب، لكن هل لاعب مصاب يرجع بالبدني ده والحميه دي والاداء ده والجمال ده؟ مش طبيعي. ازاي لاعب زي ده ما يلعبش مباراة الاهلي اللي فاتت؟ لاعب قوي بدنيا حتى مهريا، بيضغط في كل حتة في الملعب من الاخر، جعان كوره جعان كوره، عاوز يلعب عاوز يأدي. ده كان المفروض يلعب جنب عبد الله ودونجا، يبقى دونجا وعبد الله ومين واحمد ربيع، الثلاثه دول في وسط الملعب. ولعب قدامهم ناصر ماهر، واليمين طبعا بتزيرا الله يكون في عونه وجاي له تحديدا. هتكلم عن حاجات بتحصل مع بزيرا. وفي الشمال كان احمد شريف، وقدام المهاجم الوحيد كان عمرو ناصر. بدايه التشكيل غريب. انت يا صديقي في مباراة الاهلي اللي فاتت اللي انت خسرت فيها 2-1، واللي انت اديت المكسب للاهلي بنفسك، عندك حسام عبد المجيد ما كانش شايف، محمود بنتايك ما كانش شايف، ناصر ماهر انانيه بشكل غير طبيعي. ناصر ماهر مش سالك من جواه، ناصر ماهر من جواه اسود، ناصر ماهر من جواه مش عاوز حد ينجح، ومش عاوز زي ما يقول لك ايه ينجح على قفايا. يقول لك طب انا ليه انجم الشخص ده او انجم اللاعب ده زميلي؟ ما انا اللي انجح، ما انا اللي اعمل. فاهم؟ دي الفترة اللي فاتت كان ناصر ماهر، فالمفروض كان ناصر ماهر ده يقعد، كان محمود ده بنتايك يقعد، حسام عبد المجيد ده يقعد. حسام عبد المجيد ده بقاله فترة من الفترات من ساعة وش التجديد، انا مش هجدد، انا جاي لعرض احتراف، انا عاوز امشي، انا عاوز اقعد. والاهلي بقى ابتدى ايه يتكلم معاه، هنجيبك الاهلي، تعالى اتعاقد من الاهلي، نحاول نجيب لك كوبري يطلع بره لفرقة. جاله مرة قبل كده فرقة في اليونان، جاله قبل كده فرقة في سويسرا، جاله قبل كده في فرقه تقريبا كانت ميتلاند في الدنمارك. فكل ده لعب في ذهن حسام عبد المجيد، مش مركز مش مصحصح، ما عندوش اي حاجه من حسام عبد المجيد، ما هو الا بيطلع في الكرات العاليه، يا يطلع من اعلى نقطه يلعبها بدماغه وطلعها بره، يا اما تترد علينا بهجمه مرتده سريعه. طب خلاص، طول ما انت مش هتعرف تأدي كويس في الخطه الهجوميه في الضربات الركنيه، اترزع ورا، اقعد، خليك قاعد ورا، ما تتحركش كتير. لكن بقاله فتره من الفترات بيطلع، وهو سبب من الاسباب الهدف الثاني. هتقول لي طب بنتايج غلط، هقول لك بنتايج غلط، لكن هو اللي كان بيرجع مرضيش يكاتف كويس معاه بقوته البدنيه وطوله ما شاء الله الطويل ده كله، ما قدرش ان هو يضغط على لاعب غزل المحله ودخل هدف اللي ما يسالش عنه طبعا محمد صبحي. في لعيبه كتير 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 لازم تقعد، منهم اولهم ناصر ماهر. ناصر ماهر ده لازم يقعد، ناصر ماهر ده مش سالك، ناصر ماهر من جوه اسود، مش عاوز يلعب لحد من زمايله، مش عاوز ينجم حد، مش عاوز ان هو طب ده انت اساسا مركزك صنع العاب، يعني ان انت تصنع الكرات، تصنع الهجمات، تصنع الفرص، تصنع الاهداف. انت ما بتعملش حاجه من ده كله. ضيعت هدف عالمي
في ماتش الاهلي كان ممكن يفك الليله دي كلها، وكان ممكن انت يكون هدف تاني لنادي الزمالك او هدف اول يا سيدي بعد كره عدي اللي ضاعت، لكن انت ضيعتها بغرابه شديده جدا برعونه ومنتهى الاستهتار. يعني مفيش بساط لبيزيرا كتير يا جماعه. الشوط الاول لاعب زي ده بيزيرا ان هو الوحيد اللي بيحركك، هو الوحيد ده مفتاح اللعب، محدش بيبصيله كورتين فقط لا غير اللي راحوا له، هو بينزل بنفسه يحاول ينزل يستلم في نص الملعب. مش معقول، في حاجه مش صافيه جوه اللعيبه، في حاجه مش صافيه جوه قلوب اللعيبه. اللعيبه ابتدت تكره بعض، اللعيبه ابتدت تقول لك ايه لما لقيوا الجمهور كلهم بينادوا مثلا على بيزيرا او على تشيكو بانزا، قال لك طب واحنا فين ومش واحنا فين يا جماعه؟ انتوا اسمكم تيم جماعي، انتوا تيم جماعي، انتوا فرقه جماعيه اسمها نادي الزمالك لكرة القدم، مش لكرة السله، مش لكرة ده حتى السله يا راجل كرة جماعيه. انت مش بتلعب حاجه فرديه يا ناصر ماهر امبارح في اكتر من موقف يعني كان ممكن يطلع بزيرة كرات خطر جدا على الطرف، بيلف ويدور ويروح لافف حول نفسه، ويبصيله امتى؟ يبصيله لما يتزنق الكره تبقى صعبه تطلع منه اوت او تتخطف، وفي الاخر يروح مزعق مع بزيرة او اللاعب اللي بصها له بشكل غلط. فبصراحه في بعض اللعيبه لازم تقعد. تغييرات فريرة كلها سمك لبن تمر هندي، مفيش اي احساس بالمسؤوليه، مفيش اي احساس. انت كنت متصدر الدوري، دلوقتي الاهلي امبارح كسب باداء ولا احلى ولا اروع ب4 اهداف لهدفين في كهرباء الاسماعيليه، وعنده مباراه هيكسبها يبقى اول الدوري، وانت فين؟ مفيش. انت شغال سقوط 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 سقوط. الطائره بتهبط. انت دلوقتي لو انت دلوقتي هتلعب الفترات اللي جايه يا رب تحاول تاخد المركز الثاني علشان تشارك في افريقيا، واعتقد بالمنظر ده مش هينفع بعد نفوس اللعيبه اللي هي مش صافيه. النفوس بتاعت اللعيبه ابتدى الكره يكون بينها وبين بعض، لعيبه الزمالك بتكره بعضها، زي ما كنا بنتكلم عن لعيبه الاهلي فيهم مشاكل بينهم اوضه اللبس، كل واحد مش عاوز ينجم التاني. ده اللي بيحصل دلوقتي في نادي الزمالك. انت خليت الاهلي فاق، انت خليت الاهلي رجع تاني للمنافسه بقوه. تخيل معايا لو كنت انت اللي كسبت الماتش اللي فات بتاع القمه، كنت انت اللي هتبقى الافضل. الاهلي كان هيتصدر له مشاكل الدنيا كلها، عنده 5 نقاط هيبقى فرق بينه وبينك. لكن انت امبارح لعبت شوط اول الى حد ما كويس، الشوط الثاني اداء غريب، تغييرات اغرب. يانيك فريرة ده لازم يرحل، ده فاشل لازم يمشي. مجلس الاداره مغمى عينيه خالص، انا مش عارف في ايه بالظبط. يقول لك جون ادوارد هو عفوا يقول لك جون ادوارد هو المتحكم في ملف الكرة بالكامل، هو اللي بيقعد، هو اللي بيمشي، هو اللي بيتعاقد. رسالة الجون ادوارد يا عم جون كلنا اشدنا بيك واللعيبه اللي جبتها وعينك الحلوه في بزيرة وتشيكو بانزا وادم الكايد يا استاذ جون، يا كابتن جون، يا جون يا ادوارد، لازم الراجل ده يمشي في اسرع وقت. انت عندك الفتره اللي جايه دي فتره توقف دولي، لازم يمشي المدير الفني وتجيب مدير فني. مش شرط اجنبي، تجيب مدرب مصري عارف الدنيا، عارف الطريقه، على الاقل خالص يا سيدي عارف امكانيات كل اللعيبه يلعب في مكانهم. يعني امبارح بيلعب لاحمد شريف في الجنب الشمال وهو اصلا مهاجم، مش هيعرف يعملها لك. وناصر عمرو ناصر ما جاتلوش تغذيه كتير هجوميه، ما اتلعبتلوش كرات عرضيه كتير، ما اتعملتلوش كرات بينيه كتير. ناصر ماهر اناني جدا، ناصر ماهر مش بيباصي لحد، ناصر ماهر عاوز يقول انا نجم الفرقه، انا رقم 1 في الفرقه. ما ينفعش كل الكلام ده، ما ينفعش ولا يليق باسم كبير ده، اسم نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك ده اكبر من اي حد، الزمالك ده اكبر من اي حد. ارض بتتسحب، مجلس الاداره مش دريان، مدير الفني عمال يخسر. خسرت نقطتين من المقاولين، خسرت نقطتين من الجونه، خسرت نقطتين من المحله امبارح، ادي 6 نقاط، وخسرت 3 نقط كاملين خساره ماتش وادي دجله، وادي ثالث واحده، ثلاث نقط تانيين خساره مباراه نادي الاهلي، ادي 6 نقاط، 12 نقطه يا راجل خسرتهم. ما تخسرش فيهم ولا بونت، قسما بالله ما تخسر ولا بونت. كان زمانك اول الدوري وانت حاطط رجل على رجل. لو كان معانا مدرب محترم يعني كنا اول الدوري مرتاح، وفيما بعد بقى اللي يحصل. لكن انت ما تخسرش من انديه يا راجل، ده انت المباراه الوحيده اللي لعبتها لما كنت قلقان من المصري كسبتها. الاسماعيلي اللي بيتغلب من طوب الارض عمل عليك مباراه عمر، ضغط عليك وعمل عليك كرات، لكن ما عندوش حد يهدف، كان ممكن يهدف فيك. جاي دلوقتي يا عم جون تخلي المدرب بعد ما انت خسران 12 نقطة
لا، مش معقول. لازم المدرب ده يمشي، تشوف مدرب مصري. عندك طارق مصطفى لسه ماسك فرقه في ليبيا. كابتن ايمن الرمادي المحترم عمل معاك اداء مميز، مسكك 30 يوم شهر بالظبط، وخد معاك كاس مصر، وعملت في فتره الاخيره قبل مباراه كاس مصر كنت بتلعب اداء مميز جدا وكسبت الكاس. ما يقعد يا سيدي ويستمر مع اللعيبه دي، والله كان خلاك متصدر لغايه النهارده. لكن عقدة الخواجة، لازم يكون عندي مدير فني أجنبي، لازم يكون عندي مدير فني يقدر يشكم اللعيبة. يا راجل ده بره اللي بيشخط فيه بيخاف، اللي بيشخط فيه في التمرين ما عندوش رد فعل غير انه يستبعده. يا راجل معقول؟ اللعيب يا باشا ما يتقرصش من الاستبعاد، اللعيب يتقرص من الفلوس، من الدولارات. لما لاعب زي شيكو بانزا ده يتأخر عليك مرة واثنين وثلاثة، اخصم له فلوس. اصلا انت ما بتدفعش فلوس، فانت لما تخصم له هو بنفسه، هو من نفسه هيحس ان في حاجة مش مظبوطة فيا، لان الفلوس ومرتبي كل شوية عمال ينقص. لكن انت تستبعدهولي من ماتش الاهلي، تستبعدهولي امبارح، تلعبولي 10 دقايق امبارح، وجون ادوارد هو اللي يعني هو اللي متحكم في الملف ده، انا عارف. لكن يا استاذ جون ادوارد، كلنا اشدنا بيك، كلنا اتكلمنا عليك ان انت عملت فتره جميله جدا جدا في التعاقدات، وجبت والله لعيبه مش سيئه، والله لعيبه مش سيئه. يعني احمد ربيع ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لعيب من اللعيبه المميزه قوي، ده هيكون الاساس الفتره اللي جايه. هيبقى ممكن احمد ربيع وجنبيه شحاته وجنبيه احمد حمدي او عبد الله السعيد، قسما بالله وسط ملعب مرعب صدقني. بس ناقصه مدرب، ما تبوظش الطبخه بجنيه ملح لو سمحت، لو سمحت. المدرب ده لازم يمشي، المدير الفني ده لازم يمشي، لازم يرحل، ده لازم يمشي. فترة التوقف دي تدور لك على مدير فني، ولازم تعلن رحيل هذا الفاشل. يانك فيريرا ده فاشل صدقني، ده ما يمسكش فرقة درجة تانية. عندك مدربين مصريين كتير تقدر تجيبهم يلموا لك الدنيا في الفترة دي. خلاص بنسبة 90% بالنسبه لي ومن وجهه نظر الشخصيه، قال انا زملكاوي وبتكلم بكل صوت الزملكاويه، احنا الدوري مش هناخده، بس على الاقل عندنا كونفدراليه، عندنا كاس مصر، عندنا كمان سوبر كمان كام 20 ولا 25 يوم. فالمفروض على الاقل تقدير من الثلاث بطولات دول ناخد منهم 2. يعني انت لو خدت الكاس وخدت الكونفدراليه انت 10/10. انت في مرحله بناء، مفيش اي مشكله في مرحله البناء. ابني بس تبني صح. انت جبت لعيبه مش سيئه، انت جبت حوالي تقريبا 10 ولا 11 لعيب، صدقني كلهم مش لعيبه سيئه، صدقني لعيبه كويسه وهيجي منها، بس لازم تدعم اكتر. لازم تجيب مدرب يعرف امكانيات اللعيبه، يلعب بجد، يلعب الكوره بجد، يحط كل لاعب في مركزه، يلعب الكوره حقيقيه، ده المفروض. لكن الاداره نايمه. جون ادوارد انا معرفش ليه العند وليه مصمم على يانك فيريرا، الله اعلم. لازم في لعيبه في التشكيل تتغير، حسام عبد المجيد يقعد، محمود بنتايك يقعد، عمر جابر يقعد، ناصر ماهر تحديدا لازم يقعد، ولازم يرجع تشيكو بانزا مع ادم كايد يلعب مركز 10. على فكره ادم كايد ده لو لعب مركز 10 صدقني هتشوف اداء مميز جدا من ادم كايد. ادم كايد تحديدا لاعب من اللعيبه المميزه قوي، لعيب مركز 10 مش مركز جناح، ما يقدرش يلعب على الطرف انت كده بتلغيه تماما. لكن بيلعب على مركز 10 بيبقى وشه للمرمى، عمل لك باص مميز جدا في مباراه سيراميكا، عمل لك باص مميز جدا في مباراه المصري ومباراه الاسماعيلي، كان بيشغلك كده، كان بيبصيلك لما كان بيلعب في مركزه الرئيسي بتاعه، لما كان مثلا ينزله في وسط الملعب ولا حاجه ربع ساعه ولا حاجه. فده المفروض يكون واضح. يعني انت لو هتسالني على تشكيله الزمالك الفتره اللي جايه، انا العب ماشي بعمر جابر ومحمد اسماعيل والونش، وهناك في الناحيه الشمال العب بفتوح، في وسط الملعب احمد ربيع مع محمد شحاته وعبد الله السعيد، هناك تشيكو بانزا في الشمال واليمين بزيرة، وقدام عدي الدباغ. وعدي الدباغ لازم يرجع لمستواه، لانه عدي الدباغ لعيب كويس لكن مستواه غريب، انا مش عارف ايه اللي جاريله ده. يعني الكلام كله باستفاضه، لان بصراحه الواحد دمه محروق، الواحد زعلان، الواحد شايف الزمالك بينهار قدام عينيه ومش عارف يعمل اي حاجه. فانا طلعت بس اتكلم معاكم يعني على الكارثه بتاعه مباراه امبارح. الشوط الثاني تماما انت بتعمل حاجه واحده بس، اللي هي الكره الطويله، العب كره عاليه، طلع لقدام على طول عشان نكسب وقت. ما عملتش اي حاجه، وكمان الحظ مش ماشي معاك. بزيرة عمل واحده كده بشماله جت في العارضه، حتى وانت وحش الحظ كمان بيقول لك برده مش هكسبك، لان في حاجه غلط. ربنا اسمه العدل، وربنا ما بيحبش الظلم. وطول ما في فرقه وطول ما في مدير فني ظالم ومش فاهم وبيلعب باي حاجه وخلاص، اي حد عنده هجوم يلا ننزل، يلا انزل يا باشا حط ده. يعني انت تقدر تقول لي مركز معالي كان امبارح؟
تقدر تقول لي امبارح لما انت سحبت احمد ربيع اللي هو من احسن لعيبه الزمالك امبارح لعب ايه بالظبط؟ لما انت نزلت محمد اسماعيل ورحت مطلع محمد اسماعيل ونزلت سيف جعفر، طب ما نزلتش دونجا ليه اللي كان قاعد على الدكه؟ ما نزلتش دونجا ليه اللي قاعد على الدكه؟ خليت لي بزيرة شمال يا راجل، وخليت لي هنا معالي وجنبيه ناصر ماهر طرف يمين. بص شغل جنان بصراحه. الراجل ده بيعك، الراجل ده ضايع. عارف انت اللي يقول لك عك وربك يفك، وانت بتعك لكن ربك عمرك ما هيكرمك، وعمرك ما هتشوف توفيق ابدا طول ما انت بتظلم لعيبه، وطول ما انت بتلعب بالشكل ده، وطول ما انت ما عندكش فكر. عمر التوفيق ما هيكون معاك. دي كانت الحلقه النهارده. انا طالع بس اتكلم معاكم علشان والله الواحد دمه محروق بصراحه. يا رب التوفيق للفتره الجايه لنادي الزمالك، والتوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني في المرحله اللي جايه. الماتش اللي جاي لو كسبناه هنروح على طول على كاس العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش يا صديقي اللايك والاشتراك في القناه علشان تشوف كل جديد في كره القدم، تحليلات للاهلي وتحليلات للزمالك وتحليلات للفيديوهات الشورتس اللي انا بعملها الصغيره. كل ده هتشوفه عندي في القناه. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. شكرا لحضراتكم، واشوفكم في فيديوهات جايه باذن الله. سلام.